هيا يا سادة يا مادة، ربي يدلنا ويدلكم للشهادة. وينكم صديقاتي؟ شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا في خيار الخير. وين ماشية زعما؟ عرفتوا أني شديت الرحال ومروحة لدارنا في تونس. كهو عجيت العطلة، كهو صدقت بالله لمينا الدبيشات وعزمنا وشدينا الرحال وروحنا. نتصور برشا هكا زيدا صديقات راهم روحوا لديارهم وروحوا لبلدانهم وروحوا لمسقط روسهم. هذا هو كيفاش كان النهار. حبيت نصور لكم هكا شوية بالتفاصيل. شوفوا الدنيا خضرة، كالمطيرة صبت مصلي على النبي ومازالت التوا جمعة ممطرة، جمعة كلها خيرات، جمعة كلها غاية نافع. كلها رواق، الطقس مزيان هكا مغيم، طيرة ترشرش، نسمة باردة ترد فيك الروح وكل خضار. حبيت تشوفوا مصلي على النبي تبي تقول غازون. الدنيا منعوشة مرفرفة. قلت خنصور للصديقات الطريق هكايا يتمتعوا كيما أنا نحب هكا نشوف الخضار ونشوف جمال ربي سبحانه. هنا كيما تعرفوني باش نخرج الصباح حطيتكم بوسة وسلمت عليكم. ديما نقول لكم بوسة كبيرة. البوسة هذه المرة الجاية المرة هذه صديقاتي حبيت أن نعطيها لكم وجه لوجه هنا في دارنا. كيما تعرفوا قمت مع الظهر الأول هكاكا لبسنا وخارجين أنا والوالدة وليدة أختي وولدي باش نمشيو نزورو عاد الوالد ليلة 27 موسم. ديما يلزمنا نتفقدوا هكا. كما تعرفوا عاد في الزيارات في المواسم تكثر الزيارات. لقينا ناس تزور برشا مصلي على النبي. وريتكم شوية إجابينا صديقاتي كيفاش مليانة بالناس، ناس تنظف، ناس تنحي فيك الحشيش من كل الأموات اللي عندهم. شوفوا البنات الطقس ما شبوا مسحة كلها خضار. البنات هنا في الزلاس في تونس مزيانة محليها. وديما كي نزوزو هكا نقولهم انتم السابقون ونحن اللاحقون. لازمنا نزوروا، لازمنا كاينهم موجودين، كاينهم عايشين معانا، كاينهم نتصدقوا عليهم. من هذاك ولد اختي وولدي ينظفوا في القبر ويحطوا له هكا الزيوان وكل واحد وكيفاش. فما زاده هذوكم وليدات قاعدين يسترزقوا، نسيات اللي ينظف واللي يبيع في الزيوان واللي يبيع في الماء واللي. حبيت نوريكم هكا مقتطفات. هذه عادات عنا احنا في تونس، زيارات الأموات في المواسم وفي الأعياد، ونتصدقوا ونترحموا. إن شاء الله ربي يتقبل منا. بعد ما كملنا زرنا الوالد مشينا لهنا تعدينا باش نقضيو. هذه وريتكم شوية من مقتطفات هكا، شوية دورتنا وقضيتنا وحركتنا. إن شاء الله تكونوا البنات انتم في أحسن حال، إن شاء الله تكونوا بخير. هذا هو البنات. هذه عنا سوبريت غاديكا فيها خضار من برا ومن داخل. تبيع كل شيء كما تشوفوها. تبيع ززار، فيها ززار على جنب، فيها دجاج، فيها شاركوتري، فيها كل ما يقول الفرمانسيل. معناتها نزوزو غاديكا ناقص كان حويتك هاو ما فيهاش. فيها كل شيء تشري تقضي من غاديكا وتخرج، ما تقعدش تدور من بقعة لبقعة. غاديكا قريبة ماهيش بعيدة علينا برشا. لينا قضاياتنا اللي ناقصين لشقال الفطر. وعملنا دورة هكا. حبيت نعمل معاكم جولة كيفاش كانت نهاري، كيفاش كان متاع ليلة 27. نتوما زيدا نصور راي كل دار تونسية طيبة كسكسي الموسم، واللي خرج الصدقة واللي خرج فيم كسكسي واللي خرج ماله كيفاش. هذا هو كيما دار تونسية، التبسي تونسي والكسكسي تونسي موجود على كل طاولة. كان نهار الحق باهي ممتع. عملنا فيه برشا حاجات وهنا ارتحنا شوية وززنا للدار باش نعملوا البطبوط هنا. وبقيت فرسي انا للصغار وامي هنا باش تطيب لهم الكسكسي.
شنو عملنا يا خلي لا إله إلا سيدنا محمد رسول. عملنا كفتاجي وسلطة مشوية وسلطة تونسية صوصة هكا جويدة وصحاين فجل. هذا هو كيفاش كان نهار حبيت نصور لكم هكا الوصفة البنات متاع البطبوط. هي بيدها البنات العجينة، عملت منها البطبوط وعملت منها الباجيت فرسي. حطيت كيلو فرينة هكاكا مغربل، حطيت مغرفة ونص متاع قهوة سكر، حطيت ساشي خميرة متاع خبز، ساشي خميرة متاع جاتو، كعبة ياغورت ناتوريل، حليب دافي دمعة عين خلطته بشوية ماء، كيس غير ربع هكاكا شطر كيس متاع ماء زيت زيتونة، وخلطتهم الكل البنات وخليتها تتخمر حكاية ساعة هكاكا ولا أكثر. وبعد باش نوريكم كيفاش أكلت هذاك زيت زيتونة اللي صبيته. هاكم قاعدين تشوفوا صبيت بلاش حكار أنا بالعيد وخليتها تخمر. وبعد باش عملت منها كعبات بطبوط حشيتهم من البنات، عملت اسكالوب غريي وهريسة ومايونيز وليتو وزيتون للبطبوط وباقيت فرسي زيادة، حطيت لها شوي صوص بيتزا وهريسة وجبن كات فروماج وشوية شاورما وقليت لها شوية فريت. باش نوريكم الباقيت فرسي كيفاش عملتها. معناتها من عجينة برك البنات نجموا تعملوا برشا أشكال متاع سالي. هذا شنو حبيت نوصل لكم أنا، هذاك الحليب والماء اللي دفيته وباش نصبهم ونخلط. حبيت نوريكم الوصفة هذية متاع العجينة البنات، راهي تنجموا تشكلوا بها برشا أشكال متاع مملحات معناتها سالي. تنجموا بها تعملوا بها ميني ساندويتش، همبرجر، بيتزا ميني بيتزا ولا بيتزا كبيرة في البلاتو، تعملوا منها باجيت فرسي، تعملوا منها البطبوط، تعملوا منها خبز معناتها عادي من غير حتى شيء، تشكلوه وتحطوه كثفاير ولا المدور في الكوشة. هذا هو معناتها من عجينة برك نجمون نخرجوا منها برشا وصفات البنات. عندي برشا أسئلة صديقاتي إن شاء الله توا نرجع للفيديوهات ونكتبهم كما تعرفوني باش نستحضر، نكتبهم في الكراسة إن شاء الله. والفيديوهات القادمة إن شاء الله نجاوبكم البنات على الأسئلة متاعكم. عندي صديقة هناك هاو عاتزنا بعد ما كملتك العجينة يلزمنا نغطي روسنا في الكوجينة، نجبدو أكل فولارة التونسية متاعنا ونغطيو بها على حويجتي، على ما يعرفش العبد باهي لك هكا ما يخليش شعره يذر ولا محلول ولا باهي كي نغطيو راسنا. الاحتياط واجب في الكوجينة باهي ديما. العبد البنات كي مريتوش نتوما الطباخة ولا معناتها اللي يبداو لي زايد متاعهم ديما يبداو يا لابسين دي غون خاطر الناس باش تاكل من عندهم. اما كل يصوروا في اللي تيلي ولا لي انستغرام يقول لك يلزمني انا تصويره باهيه وباش ناكل وين مانيش باش نقدموا معناتها في ريستوران ولا حاجه. دونك ديما يحبوا يوريو التصويره المزيانه والجميله، شعوراتهم تبداو مجبوده وكل. بما انه انا باش ياكلوا منه عاد الناس الكل يلزمنا في دارنا نغطيو روسنا. حطيتك شيشه خضره هنا كما قلت لكم باش نعملوا سلطه فجل، سلطه بسبيس، سلطه خضراء. كاو باهي سلطة الخضرة تو مصلي على النبي مترصابة والخضرة راوية البنات تعمل كيف باهية تروي. هذا هو وينكم نتوما شنو حوالكم، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا عديتوا رمضان بصحة جيدة وبراحة بال، وان شاء الله تستقبلوا العيد فرحة، ان شاء الله تستقبلوه كلكم طاقة إيجابية. نتصوركم شريتوا حويجات العيد للأولاد. أنا ولاد أختي خرجوا شراو مشى معاهم دالي ولدي ما شري حتى شيء، ديما مازال ما عجبوش هذاك جاني كبير حق. أنا ما نخرج البنات في سيدي رمضان قلة قليلة، نخرج كما شفتوني هكا ديما الصباح الظهر قبل العصر، ماش قضيات هكا شهوة العبد باش يشريها ولا الأكثرية في تونس كي نروح لدارنا نخرج. ما في الليل ما نحبذش خرجوا كما قلت لكم الوليدات شراو ولاد أختي تبشهم كامل الكل. إن شاء الله تو نوريكم
مشتريات. مازال دا اللي مشريش قال اليوم نخرج تهزو خالته تزيد تعمل بيه دور اخرى. إلاف سبية عندها تبش مصلي على النبي كما تعرفوا، تلبس من عند خالتها تبش هاكا مازال معلق الكل بتيكياتو. تصور نتوما راكم شريتوا لوليداتكم ولا شريتوا لرواحكم زاد هكا تبديلة عيد يا عبد يفرح بها بيجاما جديد معاه شليكتو معاها. تصور هذا هو عبد يلبس بيجاما هكا جديد ليلة العيد ويبدا مدوش وجايب داك الشعيرات وعامل يدياتو ماله. كملت هناك سليطة. باهي البنات، هذايا هنا باش نكمل كما قلت لكم نعمل البسباس، نكملك الخضرة. فما نهارين هما البنات صورت لكم فيديو على نهارين. انا ما نعرفش انا الطاوله اللي باش طابت لكم، خاطر قبل بنهار صورت طيبت انا البرغل بالفرويد مير، وفما متاع ليلة 27 الكسكسي كما تعرفوا بالحمل علوش. مانيش عارفة نسيت الحق البنات. انا والفيديو اللي باش يهبط لكم اليوم يعني متاع البرغل ولا متاع الكسكسي. هزيلو عملت لكم زاده روسيت متاع البرغل بالفرويد ماء، زاده روسيت سهلة وفي نص ساعة الحقتي، ما تستهلكش معناتها برشا لا طاقة ولا وقت. هنا يعني نحكي معك الوليدات كما تعرفوهم، وهذا ولد اختي ديما هو المساند الرسمي في التصوير وفي الحركة وفي هاوك. هذا سيبه يزيد هاكا يسلم عليكم هاكا البوس ولا كيما تعرفوا. طيح لي الفولارة وعمل الفير حاسيلو ديما هو حارك هاكا. قلت له رجع لي عاد ناصش باش يعمل فيه فرش هذيك كيفاش رجع لي. شفتوا كل وليدات ما شي يعملوا يبداو بين ساقيكم. باهي مالا هذيا وصفة البرغل صحيت. هنا حطيت طنجرة، حطيت شوية زيت الزيتونة، حبيت نسجلها معاكم البنات الوصفة هذيا. حق انديليس بنينة وسهلة ما تاخذش برشا وقت، معناتها العبد يزوز الخمسة حتى بعد يطيبها بلا برنسيبال يشرح رواية. لا تو تشوفوه حطيت شاشة زيت الزيتونة سخن شوية البنات، قصيتك البصلة الربعية هذيك الصغيرة الفاوحة فرشكة، قصيتها كجويدة كما قاعدين تشوفوا فيا، باش نتوى نلحق لها شاشة ثوم مرحي هاكم شفتوا مغرفة ثوم، وخليهم دوب يشموا هكا النار شوية، ما نخليهمش يتحرقوا، سيرتو الثوم يمرنا الماكلة كي يتحرق. وبعد نسقطوا عادك الكروفيت على خاطر السوبيا هيك البنات قاعدة تجيب وحدها نظفناها ونخليها ديما السوبيا. نحب السوبيا القرنيت الكلامار ديما نحبهم يجيبوا وحدهم باش تنحي الريحة متاعهم وكل ويبداو معناتها يتكبسوا. نغليهم في شوية قارص وبعد نخرجهم نصوتيهم. هنا قاعدة نصوتي في الكروفيت، نظفتها وشللتها وخليتها تستقطر وعصيت لها عصيرة قارص البنات. نفوحها هنا بشوية ملح وشوية فلفل أكحل ونصوتيها ومن بعد نخرجها جوست هكا ماكم كيما تعرفوا انتم. راهي توبا تشم يتبدل لونها تولي اورانجي البنات نخرجوها خاطر بعد باش نرجعوها في الصوص نتاع البرغل باش ما تطيبش تولينا كي اليستيك هكا تتجبد وتتهلك. تخليوها الدنتي مروبة معناتها باهية كي تجيب فوق الطاقة الفرويد مير البنات يولي يتجبد راه كلا حطوهاش. نقدو نقليوه البنات فيك البصل والثوم وشوية ملح وفلفل أكحل كيما كي تبدل لونها نخرجوها نحطوها في أبار في بلاتو ولا في صحن ونكملوا الوصفة متاعنا إن شاء الله. باش نوريها لكم كيفاش حبيت نقرب لكم باش تثبتوا. هذيك السوبيا قاعدة تغلي وحدها في طنجرة
وذيك الكروفيت قاعدة نسوتي فيها، وهذاك الاسكالوب اللي باش نعمل بيه باكيت فرسيه وكيتيب من غادي، وذيك السلاطة البنات تاع البيتراف قاعدة تغلي من تالي. هكا هو الكيزان الكل يلزمهم يشعلوا باش نكملوا ليه في ساعة شقة الفطر نتاعنا. كهو معنا مازال ان شاء الله الرؤية تكون نهار الخميس، رؤية هلال العيد ان شاء الله. مبروك علينا البنات. نعرفش يمكن هبط لكم فيديو متاع ليلة العيد، يمكن متاع المشتريات، ان شاء الله ربي يقدرني ونصور لكم فيديو قبل العيد صديقاتي نزيد نهبطه لكم. هذا هو البنات، صوتيناها على نهار هادية باش نخرجوها توا في صحين ونكملوا الوصفة متاعنا. برغل البنات راني غسلته 3 4 مرات قبل، كل برغل الخشين الحبة كاملة وخليته يستقطر في الصفي باش نطيب هكاك البرغل. معناتها نطيبوه نغسلوه 3 البنات 4 مرات، نقيوه نقاوش فيه حجرة نقاوش فيه حويجة، ومن بعد نغسلوه بالكدا بالكدا قداش من غسلة، ومن بعد نخليوه يستقطر. خرجتك الكروفيت وحطيت شوية زيت زيتونة مرة أخرى خاطر نقص الزيت، وتوا باش نحطو البرغل البنات نسوتيوه بعد نمرقوه. هذيك السوبيا كما قلت لكم قسيتها وكانت تصمت باش نسوطيها توا ونطيب عليها البرغل. باش نقل الطنجرة في الغاز الوسطاني. باش نفوحوها توا السوبيا، نحطولها شوية ملح شوية كركم شوية تابلو كروية شوية هريسة عربي شوية فلفل مرحي. هذاك اللفاح البنات قاعدة نحط فيه فوق السوبيا باش نسوطيها ونصب فوقها البرغل، مغيرفة متاع طماطم معجونة ونقليوهم، وبعد نسقطوا البرغل ونزيدولهم شوية ثوم نمرقوهم بالماء ونخلي نغطيوهم افدو البنات نقصولهم على الاخر باش ما نقعدوش نزيدو في الماء. هذيك هريسة عربي، هذاك البرغل هاو كريتو كيفاش شايح مستقطر مغسول، يلزم يكون هكاك باش يجيكم مفرك كعبة كعبة. نسوتيوه مع كل السوبيا وكل الفاح وكل التغلغيلة والثوم والبصل، ياخذ النكهة بتاع الكروفيت ومتاع السوبيا، يجي انتي لي صديقاتي جربوه بنين. نمرقوه ونغطيوه ونخليوه يطيب سلة سلة ونقليو له قرينات فلفل، وهذاك هو لطاب البلا متاعنا الغويال برينسيبال. ان شاء الله تكون وصفة تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها. هذاك البنات ثوم حطيته وين زدت حطيت ثوم كما يحب الثوم راهو البرغل ويحب لفاح، مش كيما لي بات الاخرين يحب قد ما تفوحوا قد خاطر برغل هو خاطر حب القمح معناتها مفورة، قد ما تزيدوا تصوتيه هكاكا في اللفاح قد ما تجيك الكعبة بنينة. سيرتو البرغل هذه الخشين مرقتلو تو بالمسخون بالكسرونة وباش نغطيه ونخليه اون فوا بور توت، ما نقعدوش نزيدو في الماء ويجينا معجن. راهو البرغل البنات ما يشربش الزيت، ما تحطولوش برشا معناتها دهون هاكا افيرو يا ميزور خاطر ما يشربش الزيت، مش كيما لي بات الاخرين البرغل الزيت يقعد يطفطف معناتها ما يشربوش. راه
متحطوش برشا زيت، شوية شوية هاكا قيسوا وصبوا وشوفوا. هاكا سقيتو، نقصتو على الآخر وباش نخليه للي يقف على ماء ونسكر عليه. شفتوه كيفاش جا. هنا باش نعمل الباقيت فرسي، داك البات اللي فضلتلي عملت البطبوط، والبات اللي فضلتلي حليتها البنات على البلاتو نتاع الكوشة. هذاك بابي كويسون، هذيك صوص بيتزا وهريسة راه خاطر يحبوها حارة، وهذيك شاورما وفريت وجبن كات فروماج بيان سور اللي يذوب. باش نلفها توا من فوق هكا نشقها نزينها هاكا باش تشوفوني. بنينة البنات قاعدة زادة للسحور، نلقاو هكا باش نتسحروا. حتى في السهرية عبد يجوع يبدا ماكليش بالكدا، سيرتو احنا الامهات اللي طيبوا في الكوجينة واللي يبداو واقفين، تحس كي تبدا يجي شقة الفطر ما تنجمش. أوصل هذاك ولد أختي يحب يطيب يحب معايا، يا ولدي هاك نجيبو فيه جبنا هكا في البلاتو كبو على يديا عامل فيا. أما ديما نحبو نخليهم هكا يدوروا معانا، يسرتو كانت قراية وامتحانات خليهم يدوروا هكا باش نبنا ويعاونوا، تقعد لهم ذكريات ديما نقول لكم البنات، وتقعد لهم ذكرى مزيانة يطبقوها هما ويذكرونا بها زيادة، ويطبقوها هما زيادة مع ولادهم. سيدي رمضان، العيد، زيارة الأموات، زيارة القبور، ديما نشاركوا ولادنا. راهو باهي كي نشاركوهم. شفتوا التسكيرة كيفاش بعد ما سكرت الباتا كيكة تو باش نقلبها، باش التسكيرة البنات تجي من اللوطة ويجي الوجه السمح من فوق هكاك سيلك. سيرتو كي تبدا ببات ناجحة تقلبها وتشقلبها كيما تحب. ديما كالشوليقة وكالمنيد لو نمسحو يدياتنا باش نشقها توا بالسكينة باش يخرجك الهواء متاعها ويطيب الوسطاني مثل العجينة طيب. نزينها بصفر عظمة، تشيشة قارص البنات وشوية حليب باش ما تجيناش ريحة العظم طاغية، وتزينوا باللي تحبوا. تزيدوا جبن من فوق، تشيشة زيتون، تشيشة بصل اللي تحبوا بيان سور اللي تاكلوه. هذا هو توا قاعدة نوري فيكم اللي نحضروا فيها كنحطوها على البلان دو ترافاي. هذيك سلطة بيتراف وسلطة نسوان، سلطة مشوية، هذاك البطبوط اللي نحضروه نحطوه بجنبنا ونكملوا نتعداو للبلاتو الاخر وللبلا الاخر. البرغل قاعد هنا يطيب هاك شرب بريتو مرقة متاعو، زيتو تشيش الثوم باش نحركو. كعيبات البريك هذاك الحشو. ها ملي باقيت فرسي البنات خرجوا شرهم بشمتين بنين البنات انتيليس الحق جاو. خليني لهم تشيشة بطاطا تو باش نحط الميزون بلاس. حطينا التطويولة. هذوما الوليدات، هذه العائلة، هذيك أختي، هذيك بنتي، وليدات أختي، هذه قعيدتنا كويس تاير بجنب الكوجينة. هذيك الوالدة إن شاء الله ربي يفضلها والطبخيرة أو القعيدة. هذا هو كيفاش كان نهارنا. حبيت نصوروا البنات بكل بساطة وبكل تلقائية وبكل حب مني ليكم صديقاتي. إن شاء الله نتلقاو في ساعة سعيدة إن شاء الله. عواشركم مبروكة إن شاء الله. رمضان تكونوا عديتوه في أحسن حالاتكم البنات. نحبكم برشا. هذه بنتي ولد أختي يصور فيا كهو بالمقلوب وبالطول كيما من ناحية الرينج لايت أخذ قلت له يصورني وأنا للصديقات نصبوا هكا في كويستي منعنع أخضر والله يمكنش هاو صورني بالطول. إن شاء الله نرجع لكم كما قلت لكم فيديو جديد. فيديو متاع ليلة العيد هكا، متاع مشتريات صغيرات متاع العيد وفرحتهم بالحوايج، وصفاتنا وحكاياتي ويومياتي وطقوسي وروحانياتي. نحبكم برشا البنات. إن شاء الله نهاركم زين. إن شاء الله كنت تتفرجوا فيا قبل شقة الفطر إن شاء الله شاهية طيبة، وكان بعد شقة الفطر صحة شربتكم.